السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم منصور بإذن الله تعالى يشرح معكم تجويد، ونبدأ بإذن الله تعالى بالميم والنون المشددتين. لما أفتح المصحف وأحب أقرأ قرآن ولاقي ميم أو نون عليها شدة، ميم أو نون عليها شدة تسمى الميم والنون المشددتين. طيب الميم والنون المشددتين أنطقها إزاي وأتعامل معها في القرآن إزاي؟ لما أفتح المصحف ولاقي ميم عليها شدة أو نون عليها شدة أنطقها إزاي؟ بكل بساطة يا حبيب قلبي، أي نون أو ميم مشددة في القرآن حكمها وانطقها إزاي؟ أقول لك بكل بساطة تغن. يعني إيه تغن؟ تغن يا صديقي يعني بنطلع صوت من الخيشوم بمقدار حركتين. بنطلع صوت من الخيشوم بمقدار إيه؟ حركتين. تمام؟ الحركة مقدارها ايه؟ مقدار بسط الإصبع وضمه. أنا بصباع السبابة بضمه وبفرده تاني، ده مقدار حركة. طيب تعريف الغنة ايه؟ تعريف الغنة هي صوت رخيم يخرج من الخيشوم ولا عمل اللسان به، اللسان ملوش دعوة. طيب نفهمها ازاي؟ بالمثال يتضح المقال. الأمثلة مثلا قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما الميم والنون في النبأ عليها شدة. طيب دي اسمها ايه؟ النون والميم المشددتين. طب حكمها ايه؟ تغن حركتان. قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، النون برضو مشددة فتغن حركتان. طيب الأمثلة على الميم المشددة. الميم المشددة مثل قوله تعالى عما، وقوله تعالى تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب نعمل فيها ايه؟ هنغنها برضو حركتين فنقول تحملنا. وقال الجمزوري في تحفة الأطفال، الشاهد يعني الأبيات من التحفة: وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدا. بس كده يا صديقي. اشترك في القناة عشان نتعلم التجويد مع بعض ونقرأ القرآن زي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.